في راسك وقلبك انسيه، حطيه في التلاجة مع المفرزنات بتاعت رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هدير الشربيني. بقول الكلمة دي كتير، عارفة الناس المدانين اللي بيتاكلوا مع الناس طول ما انت قدام عينه وعمالة ترجعي له كده صدق. صحية من الساعة 8:30 الصبح، وده ليه؟ لأني عندي شغل وعايزة أنام جدا ومش نايمة كفاية، بس للأسف لازم أقعد 3 ساعات ما نمش، وبعدين ممكن يبقى عندي فرصة إن أنا أنام. فيلا نبدأ يومنا في الشغل في رمضان. ما قلتلكوش، في رمضان، فترة رمضان أنا هشتغل من البيت، في شيفت الصبح وفي شيفت بالليل. شيفت الصبح ده هما كانوا مدينا مواعيد حلوة قوي، يعني كان الصبح ده كانوا بادئين من الساعة 12 لحد الساعة 3، ده في فترة النهار، وفترة بالليل من 10 ل1. رجعوا غيروا الموضوع عشان الكلاينتس مش ماشي معاهم الموضوع، المواعيد ده يعني المواعيد دي مش مناسبة معاهم، فخلونا من 9 ل 12، 9 الصبح ل 12، ومن 9 بالليل ل 12. يعني انا مش هعرف اصلي التراويح، مش هعرف اصلي التراويح، والصبح مش هعرف انام كويس لاني بنام متاخر، لان احنا في صفقتنا في رمضان بننام متاخر، فبحاول ان سرفايف، بحاول. انتوا جايبه الميداليه دي منين؟ حلوه قوي، بحب شكل الصدف. التو ليست بتاعت النهارده مليانه فول. انا عاوزه انام جدا، بس ماسكه نفسي بالعافيه عشان يعني كمان ساعتين انا هقوم انام، فهقوم اخد لي قيلوله، فماسكه نفسي بالعافيه. امبارح صورت فيديو مع هنا. بصراحة انا كنت عايزة اصور لكم فيديو، اللي هو الفيديو اللي انا بقعد اتكلم فيه معاكم، بس ما كنتش عارفة اتكلم فيه معاكم عن ايه. بعدين جت الفكره دي، قلت ليه ما نصورش انا وهنا، عشان احنا كنا مصورين انا فيديو انا وهنا قبل كده وعجبكم جدا وكان لذيذ خالص وكان عشوائي قمه العشوائيه، وبتاع امبارح برضو كده طلع قمه العشوائيه برضو. بس قلت ان انتوا حبيتوا الفيديو اللي احنا صورناه انا وهنا مع بعض، فقلت ليه ما نعملش ده كل يوم جمعه، انا وهنا نقعد نتكلم معاكم عن مواضيع ليها علاقه برمضان، او حاجات احنا بنشوفها في رمضان، او اي موضوع، يعني برضو مش شرط رمضان بس. وامبارح صورت معاها. اشمعنى بقى كل يوم جمعة؟ لأنها مش بتكون موجودة غير في الويك اند، وهي ماشية النهاردة راجعة السكن تاني، فهي مش هتكون موجودة في البيت غير يوم الخميس الجاي، فقلت خلينا نصور يوم الجمعة والفيديو هينزل يوم الجمعة. هينزل الجمعة الجاية، هينزل بعد الفلوج ده، ابقوا شوفوه، بس قولوا لنا كده مواضيع ممكن نتكلم عنها في الفيديو الجاي. اتمنى انه يكون حاجة لذيذة. خلوني بقى اكمل اشتغل شغلي عشان خلاص انا بنام. كله تشيك. هقعد اكمل شغل لحد اما اخلص، اجيلكوا في الفوتج الجاي.
you know الجو ساقع. لسه جايه من بره، كان في مشوار مأجله بقالي كتير جدا وكان لازم انا اللي اروحه بنفسي. حاولت ان انا ابعت ماما وبابا ومحدش فيهم، يعني كان لازم انا اللي اروح. ما كنتش بعرف اروح بسبب ان انا عندي شغل، مواعيدي الصبح بتاعت الشغل مضادة لمواعيد المشوار ده لانها حاجة حكومية يعني. فكان النهارده لازم اروح، كان في حاجات كتير لازم تتعمل، ما كانش في حد هيعرف يعملها غير انا لان انا اللي عارفه التفاصيل. الشوارع في رمضان الصبح بتبقى هاديه، في نسمة هوا كده لذيذة ومفيش ناس كتير. كنت مستمتعة بجد النهاردة وانا ماشية، وكمان خصوصا لو في وقت الصبح بيبقى الجو حلو جدا. كانت نايس ووك، يعني كانت منها ووك وكانت منها قررنا نخلص مشوارنا. دايما لما بمشي بسمع حاجة، بسمع بودكاست، بسمع اي حاجة، لازم اسمع حاجة وانا ماشية. بس النهاردة قلت لا، انا عايزة استمتع بالاصوات اللي حواليا الهادية وصوت الهوا مع عارفين لما يهز الشجر او الزرع او الورد، حاجات زي دي، او يهز الزينة بتاعت الشوارع بتاعت رمضان. كانت أصوات حلوة جدا وكان الموضوع ريلاكسينج جدا. الصيام دايما بيخليني كده أبطأ واهدى كده شوية، بالجانب الإيجابي منه وبالجانب السلبي منه. يعني دي حاجة كويسة إن أنا أبطأ واهدى شوية، وفي جانب سلبي منه إن أنا مش بقدر أعمل حاجات كتير وده غصب عني، يعني جسمي بيطلب كده. انا كنت دايما ببقى متضايقه من نفسي جدا ان انا مش بنتج كفايه او مش بعمل كفايه. بس انا اليومين دول بحاول اسمع نفسي اكتر واعمل بس اللي اقدر عليه وما اضغطش على نفسي. خلينا عارفين ان مش كل يوم في رمضان هيكون نشيط، وهيكون في ايام كده هاديه، وده كويس جدا لينا وده اللي في مصلحتنا. في ايام تقيله شويه وده عادي. طعمه تحفه، بحب الهوت شوكليت جدا. كنت في الهايبر وبعدين لقيته قدامي فقلت اخده اجربه. انتوا لو عملتوه لوحده مش محتاجه ان انتوا تحطوا لبن، بس انا بحب طعم اللبن في الهوت شوكليت بالذات. بعد الفطار بقى بقعد بسيب نفسي شويه، اعمل لي حاجه سخنه اشربها واقعد بس ما اعملش حاجه، بقعد اهدى مش لازم اعمل حاجه. وكمان عشان اقعد استعد كويس للشغل اللي هيكون عندي الساعه 9. دايما بقعد افكر نفسي انه مش لازم اكون منتجه لان الموضوع ده مش احسن حاجه عندي. انا قلت لكم الصبح، انا لو عدى عليا يوم مش منتجه كفايه او ما عملتش حاجات كفايه بقعد ببقى زعلانه من نفسي جدا وبكون من جوه مش احسن حاجه مع نفسي، وبضغط على نفسي تاني يوم اني اخلص حاجات الضعف عشان اعوض اليوم اللي فات اللي ما عملتش فيه حاجه. عشان كده باحاول اتخلص من ده تماما او مش تماما، بس خلينا نكون واقعيين شويه. انا نفسي اتخلص منها مره واحده بس مش هعرف، فبحاول اتخلص منها شويه بشويه. وبحاول دايما افكر نفسي ان رمضان مش سباق او ليست مليانه مهام، لا، رمضان مساحه نبطأ فيها شويه، نهدى فيها شويه، ونسمع نفسنا بعد دوشة اليوم، ونقعد مع نفسنا كده شوية. حتى لو القعدة اللي هنقعدها دي هتكون مليانة صمت، بس ده كفاية. من أحلى الحاجات في الليل إن كل حاجة بتهدى، والصلاة بتحسسك كده إنك رجعت لنفسك. قاعدة دلوقتي بقرأ قرآن. أنا حاطة في رمضان ده هدف إنه مش لازم أختم القرآن كام مرة، أنا حاطة إنه أنا لو هقرأ صفحة لو هقرأ آية، المهم عندي إن يكون في استمرارية، وده هدف من أهدافي في رمضان ده. رمضان دايما بيحسسني إني محتاجة أهدى وما زودش على نفسي وما اضغطش على نفسي إني أعمل كل حاجة صح. عاوزة رمضان السنة دي يكون هادي ويكون واقعي شبه طاقتي،
والسنة دي حاسة ان الهدوء هو اهم حاجة، مش الانجاز لكن الاحساس نفسه. بعد ما قعدتلي شوية حاولت ان انا ما اعملش في الشوية دول حاجة وبس كده سرحانة بدي لنفسي راحة يعني زي ما قلت لكم. دلوقتي بقى هرجع للشغل. بصراحة انا عملت ورك اوت ده خد مني شوية وقت، عشان كده وشي احمر، وانا لما بعمل اي ورك اوت وشي بيحمر وبيقعد شويه لحد ما بيهدى. احسن حاجه في المج ده ان هو كبير جدا، بيقعد معايا كتير حتى لو المشروب برد، كميته رهيبه. فانا بحب دايما اشرب في المج ده لانه كبير، وانا بحب اشرب مشروبات كتير، فبحب اعمل في المج ده كله عشان ده بالنسبه لي بيكون كفايه. دلوقتي وقت الشغل، فهقعد اتابع الشغل زي ما قلت لكم. بيبقى عندي شيفت الصبح وشيفت بالليل. اول مره اجرب موضوع الشيفت الصبح وشيفت بالليل ده، مش حاساه ماشي معايا. الفكره في انه انا باخد وقت على ما بفصل، وانا بحب افصل. فانا على ما بفصل من الشيفت بتاع الصبح بلاقي الشيفت بتاع بالليل جاي عليا كده وبتخض. فدلوقتي هقعد اركز في الشغل وهقعد اشتغل. اعتقد ان هوقف الفيديو هنا. خلوني اقول لكم حاجه قبل ما نقفل الفلوج. رمضان مش بعدد الحاجات اللي بنعملها، رمضان بيكون بالنية. يا رب نطلع منه اخف واهدى وكمان انقى من جوه. وقولوا لي في الكومنتات روتينكم في رمضان عامل ازاي، عشان عايزه اعرف انتوا بتقضوا روتينكم ازاي وبتقضوا رمضان ازاي ويومكم عامل ازاي في رمضان. وافتكروا دايما انكم مش لازم تكونوا مثاليين عشان تكونوا كفايه. اشوفكم الفيديو الجاي. باي. قبل رمضان بيوم قعدت عملت روتين، لان وقتها كنت عرفت الشغل ايه اللي هيحصل فيه وهنقضي الشغل ازاي في شهر رمضان. فبناء على ده، لان الشغل بياخد جزء كبير جدا من يومي، فانا ما كنتش هعرف احط روتين غير لما اعرف الجزء الكبير من يومي ده هيبقى عامل ازاي، واعرف بناء على ده اوزع بقيه الحاجات اللي انا عايزه اعملها في روتيني او في يومي. مع اني وقتها ما كنتش بصور فلوج بصراحه، بس قلت لا خليني افتح الكاميرا واشارككم ده عشان انتوا كمان تعملوا روتين، تخططوا الروتين ليكم عشان تحققوا اهدافكم الرمضانيه. هحطه لكم. انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا عايزه اعمل روتين ليومي في رمضان. ايامنا في رمضان بتختلف عن ايامنا العاديه، التوقيت بيختلف، حاجات كتير قوي بتختلف. فانا قررت ان لازم اعمل روتين بناء على يومي ماشي ازاي في رمضان. انا كل رمضان بعمل روتين بيكون مختلف عن رمضان اللي قبليه، يعني روتين بتاع رمضان ده هيكون مختلف عن روتيني في رمضان اللي فات. انا برضو تقريبا عملت الروتين بتاعي في رمضان اللي فات معاكم. فانا كنت قايله لكم ان انا عايزه اعمل روتين، بس مستنيه حاجات توضح في يومي عشان اعرف اعمل روتين وابقى عارفه يومي هيبقى ماشي ازاي، فاعرف ابني روتين بناء على يومي هيكون ماشي ازاي. احدى الحاجات اللي كنت مستنياها هي الشغل، يعني انا كنت عارفه الشغل هيبقى ماشي ازاي في رمضان. فانا عرفت يومي هيبقى ماشي ازاي خلاص. يعني بصوا الستيكي نوت دي، ولا ما بعرفش اسمها ايه، بس شكلها كيوت قوي ستيكي نوت. اول حاجه بعملها اني بمسك ورقه وقلم، بشوف انا بعمل ايه في حياتي وعايزاها تكون لازم كل يوم تكون جزء من يومي. زي مثلا ان انا بشتغل، بدرس، بتعلم لغه جديده، بعمل يوتيوب، لازم يكون برضو جزء من يومي. لازم كل يوم اعمل فيه حاجه، يا اما اصور يا اما اعمل editing. هكتب الحاجات دي وهقول لكم بعدها انا هعمل ايه. اوكي، كتبت كل الحاجات اللي انا عايزاها تكون جزء من يومي. لو انتوا خلقكم ضيق ومش حابين البروسيس دي كلها، ممكن تستخدموا شات جي بي تي، يسهل عليكم حاجات كتير قوي. خشوا قولوا له انا عايزه اعمل روتين وانا بعمل كذا كذا في يومي، وعايزه الحاجات دي تكون جزء من يومي، وهو هيبني لك روتين على حسب مواعيد يومي. ابدا اشوف الاولويه والحاجات اللي ممكن اعرف اعملها مع بعضها عشان ابني روتين. في الاخر في حاجات كتير قوي انا عايزه احطها في يومي، فعشان افيت الموضوع او اخلي الموضوع يبقى متوازن او يناسب اصلا ان الروتين يتحط فيه الحاجات دي كلها، لازم اشوف حاجات ممكن اعملها مع بعضها فلاقيها اللي هو اوف اتعملوا. بس فهقعد اعمل ده دلوقتي. طاقتي بدأت تقل، وانا اصلا عندي كمان ساعة ونص شغل، وبحاول اكل تمر او حاجة تديني طاقة عشان اكمل. انا حاسة ان انا عايزة انام، انا بنام بدري. فانا اول يومين في رمضان هعاني شوية مع التوقيت ده، خصوصا ان انا واحدة بتنام بدري وتصحى بدري.